بمناسبة 2023 إن شاء الله تكون سنة جديدة سعيدة علينا جميعا. بس لازم كل فترة تقعد مع نفسك وتبدأ تحاسبها بالورقة والقلم. تبدأ تحاسبها على كل حاجة غلط عملتها في آخر فترة، وتبدأ تقيم نفسك على أساس آخر فترة دي، وتشوف انت وصلت فين وإيه هي مكانتك وسط الناس اللي حواليك. لازم تبدأ تحاسب نفسك، ومش ضروري يكون الحساب ده قاسي، بس كل ده في الآخر هيعود عليك بالنفع. على الأقل هتقدر تحدد وجهتك اللي جاية وانت عايز توصل لفين. 2023 سنة جديدة زيها زي كل السنين اللي فاتت وزي كل السنين اللي جاية، بس حاول بقدر الإمكان إن السنة دي تكون أفضل من السنين اللي فاتت، وتحاول تكون أفضل نسخة منك. ابدأ حاسب نفسك لو قصرت في حق ربنا عليك وأهملت فروضه اللي فرضها علينا. اسأل نفسك دايما انت وصلت لفين ومستواك وصل لحد فين في علاقتك بربك. حاسب نفسك لو سبيت حد او اغتبت حد بقصد او بدون قصد، وفكرك ان مش بالضرورة يكون الحساب ده قاسي. على الاقل تقعد مع نفسك وتاخد على نفسك وعود انك ما تعملش كده تاني. افتكر دايما ان باب التوبة مفتوح ما بيتقفلش، وده من رحمة ربنا علينا عشان نتوب في اي وقت. ولكن لازم نعجل بالتوبة وننوي ما نرجعش للذنب ده تاني. مفيش مانع تتذكر بعض الإنجازات اللي انت حققتها خلال الفترة الأخيرة، بس الفكرة انك ما تقفش لحد النقطة دي بس، تستمر في السعي والمواصلة. اهتم بدينك وما تهمش الصلاة والسنن والأذكار، وخلي في بينك وبين ربنا باب مفتوح. قد يكون الباب ده على سبيل المثال عمل صالح محدش يعرفه غيرك بتعمله بينك وبين نفسك. ربنا يقربنا منه ويصلح حالنا جميعا.